هل ممكن يتقبض عليا لو ماشي في الشارع ومعايا دولارات؟ سؤال ناس كتير بتسأله. تعالوا مع بعض نوضح ببساطة شروط حيازة النقد الأجنبي. ببساطة، القانون المصري لا يجرم حيازة النقد الأجنبي سواء كان دولار أو أي عملة أجنبية أخرى، ولكن هنوضح 4 شروط مهمة واجب اتباعها. أول حاجة، لازم يكون مصدر النقد الأجنبي ده مشروع، لأن القانون بيجرم التعامل خارج الإطار المصرفي. تاني نقطة، لازم تحتفظ بالمستندات اللي بتثبت مصدر النقد الأجنبي اللي معاك. تالت نقطة، ما ينفعش تتعامل بالدولار داخل مصر في معاملات البيع والشراء اليومي. رابع نقطة، لو انت مسافر، الحد الأقصى للمبلغ اللي مسموح لك تعدي بيه من المطار هو 10,000 دولار، ولو معاك مبلغ أكبر من ده واجب عليك تصرح بيه، وإلا هتعرض نفسك لمصادرة المبلغ ويتعمل لك بيه محضر. ولكن الأخطر من كل ده، مش معنى إنك لو التزمت بكل اللي ذكرناه أنت كده في أمان. بعض ضباط الداخلية ممكن يحصل منهم تجاوزات بناء على اجتهاد خاطئ منهم، واللي حصل مع اليوتيوبر الشهيد أحمد أبو زيد أكبر دليل. تابعني عشان أقولك كل اللي ليك واللي عليك بشكل قانوني مبسط، وما تنساش اللايك، ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.